أهلا بكم في الوصفة الأولى من وصفاتنا في دقة سريعة. وصفاتنا إن شاء الله كلها حتكون سريعة وسهلة ولذيذة. اخترنا لكم في الوصفة الأولى مخلل الليمون. مخلل الليمون في أغلب الوصفات بيحتاج لشهر تقريبا عشان يتخلل. في الوصفة حقتنا ما هيحتاج أكتر من 3 أيام. المكونات هي ليمون وملح وكمون أسود وعصفر حسب الرغبة. دي المكونات اللي هنحتاجها في المرحلة الأولى. في مكونات إضافية بنضيفها بعد ما الليمون يتخلل. هي عبارة عن زيت زيتون وكركم وشطة برضو حسب الرغبة. بنغسل الليمون وبنطلع الرؤوس منه، وممكن نمصمصه في موية مغلية مش موية بتغلي عشان يشيل منه المرارة. وبعدين نقطع الليمون شرايح بعمق 3/4 الليمونة تقريبا. نخلط المكونات اللي هي الملح والكمون الأسود والعصفر، بحيث إنه يكون الملح هو الكمية الأكبر والعصفر أقل منه والكمون الأسود ملعقة صغيرة تقريبا. بنحشي كل ليمونة بكمية كبيرة من الخلطة حقتنا، لازم تكون مليانة. بعد ما نحشي الكمية كلها بنجهز برطمان من النوع المحكم الإغلاق. بيكون نظيف ومعقم. بنعقمه بأنه ممكن نغطسه في موية مغلية ونملاه من جوا موية مغلية ونمصمصه من برا بموية مغلية ونخليه 5 دقايق في الموية المغلية. وبعدين لما يبرد نجففه ونبدأ نرص فيه الليمون لكن بالمقلوب لغاية ما نرص الكمية كلها مقلوبة. وبعدين نغطيه نقفله كويس ونخده في مكان معرض للشمس لمدة 3 أيام. بعد ال3 أيام بنفضي الكمية في وعاء وبنضيف لها باقي المكونات اللي هي الكركم والشطة وزيت الزيتون ونخلطها مع بعض كويس. وبعد ما نخلطها نرجعها تاني في برطمان نظيف ومعقم، وكده بيكون مخلل الليمون جاهز. يا ريت الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله تشوفونا في الوصفات الجاية. وبنشكر عمتي إخلاص صاحبة الوصفة، وشكرا لكم.